طالما قررت انك تدخلي المطبخ وهنعمل سحور، يبقى لازم نروق عليهم ونظبط السحور احلى تظبيط. تمام. تمام. بصي يا بنات، عايزه اقول لكم على حاجه كده. انا زيكم بالظبط. ممكن يوم يروح عليا نومه وما اعملش سحور. ممكن يوم نكون مثلا فطرناش حلو ونعمل من الفطار تاني وناكل، او نعمل سحور ونسحر بدري زيكم. مش عشان تصوير ومش عشان قناة وعشان الكلام ده. كلنا زي بعض وكل بيوتنا واحد، واحيانا بنتعب وما نقدرش نعمل لهم سحور. ممكن نقضيها كوباية زبادي بعيش، حد بيحب نوع جبنة معينة يطلعه وياكل. كلنا كده يا بنات. كل البيوت كلها شبه بعضها، احنا البيوت المصرية كده. فمبدئيا كده، بما ان بقى قررت ان اقف واعمل لهم سحور، واليوم ده اروق عليهم واظبطهم بقى. عملت لكل واحد اللي هو عايزه. كان في ناس عايزه تاكل جبنه قريش كده، الجبنه دي من غير ملح، بسلطه اللي هو الخيار والفلفل والطماطم. فقلت اعمل لهم بقى اللي هم حابينه كده، وبنفس حلوه كده، وانا هاديه ومبسوطه ان انا بعمل لهم السحور. إيه. وقطعت بقى كل حاجه مكعبات صغيره صغيره كده. لما بيبقى البال رايق، الواحدة بتعمل أحلى أكل. بجد يا بنات، لما بيبقى مزاج الواحدة مننا حلو بتطلع الأكل جميل. يعني وكمان لو هي كمان بقى بتحب المطبخ أكتر فبتطلع كل حاجة حلو. خدت قطعة من الجبنة كده وهرستها، فحسيت ان هي قليلة على كمية السلطة اللي انا قطعتها. فاخدت كمان نص من القطعة التانية ومسكتها هرستها كويس جدا، وقطعت طماطم وخيار وفلفل حتت صغيرة خالص، عشان مع الجبنة ما تكونش كبيرة، ما تكونش باينة يعني. الجبنة دي جميلة جدا ومن غير ملح وفلاحي وقريش وحلو. وقطعت عليها زي ما انتوا شايفين كده، وبدأت اعمل ده الطبق اللي مطلوب مني. عملته كده، واحط بقى عليه شوية زيت زيتون خام كده. بصوا طعمها خرافة. اوريكم زيت الزيتون يا بنات، واقوم حاطه بقى شويه زيت زيتون كده، بس ما تكتريش، خصوصا لو هو زيت اطفى اولى بكر بيبقى فيه طعم المراره شويه، هنخف الدنيا منه. مش قوي يعني. تمام. المهم هتقلبيه كويس بقى جدا كده، وكان طعمها حلو قوي يا بنات. وده الطبق الاول اللي هو الطلب مني، والقطعه التانية حطيتها بقى عليها كده اللي باقيه. لو حد عايز ياكل منها تمام، مش عايزين خلاص. تمام كده. تمام. يلا بقى نعمل شويه خيار كده طرنشات، واقطعها بقى كده الخيار واحطها في الطبق بقى كده، تبقى جاهزه ساعه الاكل برضو. انا بحاول احط اي حاجه خضرا مع السحور، بحيث ان هي تدي يعني ترطيب كده على المعده. يعني وخس بحط، خيار بحط كده، بحيث ان وزبادي برضو. بطلع لهم زبادي بعد ما يخلصوا سحور، عشان ياكلوا الزبادية اخر حاجة كده، اللي هي ترطب الصدر، ترطب المعدة، تكون ما يكونش في حمو من الاكل يعني. فاهمين يا بنات؟ عملت برضو شوية زيتون كده للي عايز. وحطيت برضو شوية عسل ابيض، وعملت جبنة رومي. السحور بيتفضل منه كتير قوي يا بنات. يعني عايزة اقول لكم ان انا حطيت كل الاطباق دي، وفي الاخر لميتها تاني كلها. في ايام بيبقى الواحد نفسه مفتوحة ان هو بياكل، وفي ايام بتحس ان الواحد ما بياكلش خالص، مش عارفة ايه السبب، مع ان احنا في الشتاء، والمفروض ان الشتاء بيأكل. والناس بتقعد تقولك الشتاء بيبقى اكل، رمضان شتاء يبقى رمضان اكل، الناس تقولك كده. رمضان صيف يبقى رمضان عصاير ومية. المهم، حطيت حتة جبنة ضاني، او جبنة قديمة زي ما بتقولوا، ملحها هادي خالص وبالفلفل. وجبنة بقى كريمي اللي انت حباها بقى، زي ما موجودة عندك، مش شرط يعني تحطي جبن. في ناس بتحب تاكل فول وطعمية عادي. بألف هنا وشفا للي ياكل. وكل واحد ربنا يحلل لقمته في بقه يا رب، وربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. هنا بقى قالوا لي اعمل لنا شاي بلبن، او شاي بحليب زي ما بتقولوا. عملت لهم. واللي موجود عندي بطلع منه، واللي موجود في بيتكم بتطلعوا منه، وكلنا زي بعض، وتقريبا كلنا كمصريين بيبقى كل سحورنا كده بنات. في ناس بقى بتسحر اللي باقي من الاكل بتاع الفطار، يعني بيسخنوه وبياكلوا منه، بيطبخوا تاني يوم بقى لو اكل تاني وخلاص. بيبقوا مثلا ما فطروش حلو ويسخنوه ياكلوا منه. او هما مثلا بيحبوا هما كده، يعني انا اعرف ناس معرفة شخصية هما بيحبوا الاكل بتاع الفطار ياكلوا منه في السحور، ما يعرفوش ياكلوا عيش وجبن وكلام من ده. فبألف هنا وشفا للي ياكل، واللي معدته متحملة بألف هنا وشفا على قلبه يا رب.
يعني ربنا يعني في مثل مصري بيقول لك كل اللي على مزاجك والبس اللي على مزاج الناس. مش عارفه انا بقوله صح ولا غلط، بس هو يعني كل واحد حر في حياته. المهم عملت لهم برضو كام بيضه كده بالسمنه البلدي، عشان اظبطهم بقى، اظبطهم يبقى اعمل لهم بسمنه بلدي. وشويه فول بقى كده مهروسين وجاهزين بملحهم وكل حاجه. وعايزه اقول لكم ان الفول ده اصلا باقي من السحور بتاعي امبارح، يعني عليه ملح وعليه كل حاجه ومتظبط، بس حطيت له حته سمنه كده برضو بلدي وقلت ايه اسخنه بقى. ما انا مش هرميه. مش عارفه ايه سبب ان الاكل بيفضل، مش فاهمه فيه ايه. المهم عملت لهم بقى الفول بقى بالسمنه البلدي، وعملت لهم بيض بالسمنه البلدي، وعملت كل الموجودة عندي وطلعت لهم. وكان بقى في خس بس ما صورتوش معاكم، وبرده كان في زبادي وبرده ما جبتوش معاكم. يعني الحاجات دي طلعت من على التلاجة على الاكل على طول، الزبادي يعني. اما الخس كان موجود بقى ايه ما عند الاكل وخلاص. المهم بعمل الشاي باللبن، بعمل شاي كشري الاول كده شوية صغيرين خالص، وبعدين بقلبه، وبعدين بحط اللبن. تمام يا بنات؟ قولوا لي بقى مين بينتخ منكم كده ويجي ساعة السحور مرة يعمل سحور ومرة يكسل يعمل سحور؟ يعني بتمشيها يوم ويوم، ولا بتقوموا كل يوم تعملوا سحور، ولا بتنتخوا تعملوا سندوتش جبنة؟ انا ليا حد من اصحابي كده احيانا يعني ما بيعملش سحور ويلفوا كلهم سندوتشات جبنة وهم قاعدين. يعني واحدة صاحبتي كده، ربنا يا رب يديها الصحة. طبعا دي هي بتعمل كده في الايام اللي هي بتبقى تعبانه فيها ومش قادره تعمل سحور. عشان كده انا بقول ربنا يديها الصح. المهم خلصت هنا بقى الشاي بالحليب اهو. ابدا بقى ايه اوريكم شكل السحور بتاعنا النهارده. ادا الفول ودا الجبنه ودا البيض ودا العسل ودا الجبنه سلطه الجبنه ودا الزيتون. وبألف هنا والشفا يا رب. اللهم دمها عليا نعمة واحفظها من الزوال، واطعم كل جائع على وجه الأرض يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين يا بنات، واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد. دمتم بخير دايما. اول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تشتركي فيها وتشير الفيديو مع الاصدقاء. بقية الاكل بقى كان بره، يعني العيش الزبادي الخس الحاجات دي. يلا دمتم في سلامة الله وحفظه. الدعاء ده: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بعوذ يا رب بيك من كل حاجة بتغلبني وتقهرني. انجز لي يا رب كل حاجة تجبر بخاطري. لو سمحت ما تظلمش نفسك وما تظلميش نفسك انك ما تحفظش الدعاء.